على الله مقبلا والشياطين مصفدا. الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجوء إليه والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة رحمة به حتى يقول له الشيطان ليتني تركته ولم أوقعه فعله. التوبة هي الرجوع إلى الله وترك الذنب والندم على ما فرط والعزم على ترك المعاودة والقيام بحقوق الشرع وتدارك المناكب. حث الله عز وجل في كتابه الكريم عباده على التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغار على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في حديث متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة وأنس وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان من ثلاث ومعه راحلته عليها عليها زاده وطعامه وشرابه فنام تحت ظل شجرة فذهبت هذه الراحلة فطفق يبحث عنها حتى إذا ليس منها رجع إلى تلك الشجرة ونام تحتها ليموت ينتظر الموت. فلما استيقظ نظر فإذا راحلته عند هذه الشجرة قد أمسكت بها أصحابها وعليها طعام وشراب وزاد. فقال لها الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وبطعامه وبشرابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. هذا ما تيسر